هبه، احنا نعرف ليه كل انسان نقطه ضعف، اكو بعض الاشخاص يخافون من افلام الرعب. واكو بعض الاشخاص يخافون من الظلمه او الوحده. نعم. واكو بعض الاشخاص يخافون من بعض الحشرات، فانت من شنو تخافين؟ أنا أخاف من الحيوانات. من الحيوانات. طيب، سمعت الخبر اللي وصلنا بالاخير انه بعض الحيوانات المفترسه انهزمت من حدائق الزوراء، تدرين بهذا الخبر ولا لا؟ لا ما. هذا الخبر انقل لكم اياه، انه بعض الحيوانات المفترسه حفرت جوا القاع الدب والاسد ونمر، مجموعه من الحيوانات المفترسه حاليا هي انهزمت، فما اعرف يمكن ثلاث اسود تايهه، واعتقد غوريلا حسب الخبر اللي تناقلته وسائل الاعلام. فايش تتوقعين اذا فجاه وانت تمشين طلع عليك اسد او غوريلا؟ يعني شنو؟ شو أسوي قابل؟ يمكن ما تتوقعين. المهم، ما تخافين من الظلمه ومن افلام الرعب؟ الظلمة لا، بس أفلام الرعب أخاف منها. تخافي منها. طيب، الحيوانات المفترسه هاي اذا فد يوم فد حيوان طلع لكم، يعني هاي اللي انهزمت من حدائق الزوراء، ايش تتوقعين انت تكون ردة فعلك؟ عاشت صفقة صفقة. هذا أحد الحيوانات اللي انهزمت من حدائق الزوراء. هروب بعض الحيوانات من منتزه وحدائق الزوراء، يعني حديقة الحيوان، يقولون أسد ودب وحيوانات مفترسة انهزمت ولحد الآن ما لاقيها، شنو رأيكم؟ يعني قلة إهمال شنو؟ طبعا اكيد قلة اهتمام. قلة اهمال وقلة اهتمام بالحيوان، شلون يعرفون حيوان؟ لا، كثرة اهمال. اي كثرة اهمال وقلة اهتمام. اي. طيب، رأيك؟ عدم اهتمام الجهات المسؤولة بهذه الأمور، يعني هي أمر بسيط لربما بس ما مهتمين به ويؤدي إلى مشاكل كثيرة. شنو رأيك عن هروب بعض الحيوانات المفترسة من حدائق الزوراء؟ والله بس بسبب تسيب الجهات المسؤولة أو المعنية عن هذا الشيء، المفروض أنه لازم تتحكم بهذا الشيء لأن هذا الشيء خطر مجتمعنا. يعني ممكن بس هنا ممكن انه فد يوم نسمع مثلا يعني حيوان مثلا اسد يعني يمشي بشوارع بغداد، تتوقعون الشيء يعني اذا هذا الخبر كان حقيقه، او تسمعون مثلا فد دب يمشي يجوز لربما يصير كل شيء بالبلد العظيم، كل شيء يصير كل شيء يصير. لذلك ماكو امان، يعني ما راح نتوقع بانه شنو هاي دقيقه. زين، ينشط الدوره الدمويه لو لا؟ شو تقول؟ قلبي راح. وين راح؟ نجيبه بتاكسي. هذا يسوي سكر وضغط، بس ما يخالف يسوي، يعني ينبه الجهات المعنية انه عن هذا الموضوع. تحياتي لكم، وان شاء الله المقلب يظل باذهانكم وبذاكرتكم وما تنسون. ها؟ رجليش؟ حركيها شويه. خلينا نشوف غيركم حتى نسوي وياه مقلب، وادعوا لهم ان شاء الله يا ربي ما يصير بهم شيء. صح لو غلط؟ شيء خطر اكيد يعني. زين. طبيعه حتى يعني. عدا الحيوانات، يعني تخاف مثلا من غوريلا اذا اجى؟ طبعا. او اسد؟ طبعا بس وين اشوفه يا غوريلا؟ شنو؟ تعال كاميرا خفيف. مقلب والله. مقلب بس اصبر. مقلب باوع مقلب ويانا سمسم من ضمن كادر قناه ديوان الفضائيه، وانتم قدام الكاميرات كنتوا ويانا في مقلب، وتحياتي لكم. جيبوا لنا بطل مي شباب. مستمرين وياكم مشاهدينا حتى نشوف يا ضحيه راح نلتقي بيها. السلام عليكم، شلون الصحة؟ قناة ديوان الفضائية، موضوع مشاكل اجتماعية نعاني من عندها، اريد اخذ رايكم بها، ماكو مشكلة؟ على هاي لمتكم الحلوة. تنقلت وسائل الاعلام وايضا مواقع التواصل الاجتماعي خبر هروب، يمكن سمعتوا بهذا الخبر، هروب بعض الحيوانات المفترسة من حدائق ومنتزه الزوراء. سمعتوا بهذا الخبر، والبعض الاخر يجوز ما سمع. طيب، شنو رايكم بهذا الموضوع؟ يعني نبدي من عندك. انا حسب ما سمعته الفيس، واني اخبار الفيس ما اصدق. يعني تتوقع فد يوم تمشي بشارع تلقى مثلا اسد او نمر او والله هنا اذا اسال هذه الاخبار بعد كل شيء اتوقع ما تخوف الوضع ما يصير، يعني ويش واحد ما يامن على اهله مو والله فعلا على اطفاله من يروحون المدارس. هي صوت من يعني الحراسات مال الزوراء طبعا لازم شوي لا هم يحافظون. شوف، انا سمعت بانه دب حافر من جوا، شلون هذا السياج حافر من جوا السياج وطالع. اي صح هذا. ولحد الان بعض الحيوانات المفترسه ما لقوها، فممكن من تتوقع تلقاها بشارع، صح لو غلط؟ اي يعني في اي مكان بهاي الحديقه تلقاها، باي مكان تلقاها. شو تقول بهذا الموضوع؟ شغلتها تخوف يعني،
خاصة مع المجتمع. طبعا أكيد. والله لازم هم يسوون حل، يعني لازم يلزمون، يعني هسه طلع عنا يعني شلون؟ صح أكيد. دقيقة مقلب بس مقلب ايش؟ كادر دقيقة كافي. مقلب جيب لهم مي حتى احترينا. لا والله ما يصير. نزع الستر انا احكي وياك. ما يصير. لا هذا مقلب للذكرى. تعال بوسهم يلا واحد بوس. اسم بالخير. اسمه احمد تحياتي لك احمد. اسم بالخير. حسين. اي حسين يا حلب صحافة مرحلة أولى. تحياتي لك. اسم انا يوسف. تحياتي لكم شباب موفقين فيها لبن وراغون على سمسم. تحياتي لكم موفقين صفقة. تحياتي لكم